أهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعت لكم بفكرة مسلسلات جديدة. قائمتنا النهاردة هيكون فيها أعلى 10 مسلسلات مشاهدة في رمضان 2023. كل فترة بحاول أجيب لكم أفلام ومسلسلات جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، وكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. قبل ما نبدأ ما تنساش تعملنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ بمسلسل رقم 10 واللي أقل مشاهدة، واللي هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء التاني. المسلسل من بطولة السيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى عثمان. المسلسل ده بالرغم من إن شعبيته قليلة جدا إلا إنه قدر يدخل معانا قائمتنا بفارق بسيط عن المسلسل التاني، وحقق متوسط عدد مشاهدات 1,700,000 مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 51 مليون مشاهدة. المسلسل ده بيسلط الضوء على التفاصيل اليومية في شهر رمضان لمجموعة من ساكني إحدى الحارات الشعبية في إطار درامي كوميدي. اللي داخله تعوريني يا زيزي. انا زهقت من الحرام واسال من نفسي الشيخ صبيح. شيخ ايه؟ خميس طلع من السجن. ده احنا ربنا انقذنا منه. ورمضان كريم في حارتنا. ان شاء الله تقضي رمضان كله عندي. أنا من يوم ما اشتريت القهوة وأنا معتبرة نفسي من أهل المنطقة. هنشوف عباية ايه الوانها كلها موضه. انا في العبايه ببقى حكايه. ده انا في امتحان السواقه. انت بتعملي ايه يا وليه؟ خلي بالك سقفولي انا مفيشه. اشيك عيله في الدنيا. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون الهرشة السبعة. المسلسل ده بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء كلاب، وحقق متوسط عدد مشاهدات 3 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 45 مليون مشاهدة في ال 15 حلقة. وبيقدم المسلسل محتوى مختلف وقصة درامية اجتماعية عن العلاقات وتأثيرها علينا والمشاكل والتحديات اللي بتمر بيها الأزواج على مدار سنين الحياة. المسلسل قدر يخطف أنظار مشاهدين كتير وكان من أكتر المسلسلات جدل بين الفترة اللي فاتت. يسعدك يا هناكي. ابتديت افهم الموضوع مش سهل ابدا. عشان تعمر لازم تفوت. هو في ايه يا هناء؟ اسأل نفسك في ايه اللي بيحصل. لا وكمان المسلسل رقم 8 معانا هيكون مسلسل الأهرام من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب، اللي حقق متوسط مشاهدات 3 مليون 800 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وإجمالي عدد مشاهدات 114 مليون مشاهدة. وبتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول شاب اسمه يوسف، واللي بيجد نفسه متهم بقتل أمه، وتورط في كتير من المشاكل والصراعات الخطيرة مع أعدائه، وفي النهاية بيقدر يثبت براءته ويبقى بطل في الحي الشعبي. بتاعنا ده له احكام وحكام. انت عايز تروح تحط ايدك في عش النحل وتاخد منهم العسل ويسكتوا لك. انت كسرت العداد على الموت. مصطفى بتعمل ايه في افريقيا يا مصطفى؟ لا تحكم علينا ولا نحكم عليك. اللي يحكم بيننا المصلحه وبس. المسلسل رقم 7 معانا في قائمتنا هيكون مسلسل الصفارة. المسلسل من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة، وحقق متوسط عدد مشاهدات 4 مليون 600 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 69 مليون مشاهدة في ال 15 حلقة. المسلسل قدر يبقى أفضل مسلسل كوميدي السنة دي بفكرته العبقرية عن الصفارة اللي بيقدر من خلالها الرجوع بالزمن، وفي كل مرة بيرجع فيها بالزمن بنلاقي مغامرات وشخصيات جديدة ممتعة. يا اخوانا بقى مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. انا رجعت السفاره اشتغلت. ده لو اقدر امسكك فرع بالبيس همسكك. هبقى اكلمك بالبيس بقى. المسلسل رقم 6 معانا هيكون مسلسل بابا المجال. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وباسم سمرة ورياض الخولي، وحقق متوسط عدد مشاهدات 5 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وإجمالي عدد مشاهدات 150 مليون. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات يا ريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا.
المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون المسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام. المسلسل حقق متوسط عدد مشاهدات 5,300,000 مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 159 مليون. بالرغم من أن الجزء السابع من المسلسل كان مخيب للآمال وكان أقل من توقعات الجمهور، إلا أنه قدر يحتفظ بجمهور كبير جدا ويكون واحد من أعلى نسب المشاهدة، واللي بيقدم قصص كوميدية في المزاريطة والمواقف اللي بتحصل في بيت الكبير. فأنا قررت تغيير اسمه لنادي المزاريطة FC كرة القدم. هو انت اصلا عندك برين عشان تسترمه؟ الحوادايا يا ولا على الحوادايا. لا سيبنا عيش. قصة جميلة فيها موعظة. سمعونا تحية معاك. لو قامت حرب دلوك بيني وبين الشقة، كل اللي قاعدين في محيط الفدانين دول هيموتوا. ده المروحة دي عشان تتاخد على رقبتي. المسلسل رقم 4 معانا هيكون مسلسل تحت الوصايا. المسلسل من بطولة منى زكي ودياب ورشدي الشامي، وحقق متوسط عدد مشاهدات 6,500,000 مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 98 مليون مشاهدة في 15 حلقة. المسلسل بياخدنا في رحلة جريئة في عالم الصيادين، وبيقدم لنا عمل فني متكامل من الإبداع، واللي بتدور أحداثه حول سيدة توفى زوجها وعملت وسط الصيادين الرجالة على مركب زوجها، وبيستعرض المسلسل كل التحديات والصعوبات اللي واجهتها خلال أحداث المسلسل. هي المركب دي وراها حكاية سودة. لا يا سناء، خليكي مكانك ما تتحركيش. المركب دي مركب اخويا ومحدش هيبقى رئيسها غيري. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين، يا ياسين. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل ضرب النار. المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري، وحقق متوسط عدد المشاهدات 7,200,000 مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 216 مليون مشاهدة. بيجمع المسلسل بين نجوم كبار لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وده اللي خلى المسلسل يحقق نسب مشاهدات كبيرة. القصة بتحكي لنا عن جابر ومهرة اللي بتجمعهم الظروف مع بعض وتنشأ بينهم قصة قوية، ويظهر رجل أعمال شرير يدخل معاهم في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل. لا لم عليك خلق الله. اللي بياكل من تحت لتحت لازم يفهم الأصول. شغل الشمال له أصول. قسما بجلالة الله لو ما بعدت عني لسفلتك. اللي جبل التاني حلال على التاني. المسلسل رقم 2 معانا هيكون من نصيب مسلسل المداح الجزء الثالث. المسلسل من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرى اللوزي، وحقق متوسط عدد مشاهدات 8 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 240 مليون مشاهدة. بالرغم من مطر أحداث المسلسل إلا إنه قدر يكسب حب الناس ويكون واحد من أعلى نسب المشاهدة. بتاخدنا قصة المسلسل في رحلة جديدة ومشوقة مع صابر المداح اللي بيخلف وبتبدأ قبيلة من الجن تطارده عشان تاخد ابنه. انت دلوقتي بقيت من قادة الحرب، انت فتحت بوابة النهاية واسمك بقى علامة كبيرة عندهم. حامل في شهرين متجوزتش. اللي صايب أمين عايش جن عاشق. ازاي راجل مبروك زيك مش قادر يهرب؟ ابني الولد مش ابني. لازم تعرفي كويس إن إحنا ابننا في خطر يا رحاب. ابننا ولا ابن الجن؟ المسلسل رقم 1 في قائمتنا هو أكثر مسلسل مشاهدة في رمضان، هيكون من نصيب مسلسل جعفر العمدة. المسلسل من بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي وزينة، وحقق متوسط عدد مشاهدات 19 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 570 مليون مشاهدة. المسلسل ده قدر إنه يكسر كل الأرقام القياسية بمعدلات وشعبية كبيرة جدا ما حصلتش من سنين، واللي بيقدم لنا خليط من الدراما والكوميديا لدرجة إنه وصل إنه يبقى حديث الناس في الشارع والسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. أنا مش متربي يا جعفر مش من العالم بتاعي ولا أنا من العالم بتاعه خالص. زفوني. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في الموسم ده وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق مشاهدات اكتر من كده.
كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.